Bonjour, moi c'est Barkatou Mohamed Ali Sey, élève de Sénat en classe de CP. Bonjour tout le monde, moi c'est Aïssata Diallo, élève de Sénat en classe de CP. Bonjour ma camarade, comment est-ce que tu vas? Bonjour ma camarade, je vais bien, merci. Il faut te présenter. Bonjour tout le monde, je me nomme Aïssata, fille de Hamé et de Safta. J'ai 15 ans, j'habite ici à Madina Gounass, à Nasrullah. J'apprends le français en faisant la classe de CP. Ma date de naissance, c'est le premier mois 2010. Mon lieu de naissance, c'est Madina Gounass. Combien d'élèves compte votre classe? Notre classe compte 59 élèves, sont tous des filles. À quelle heure tu pars revenir de l'école? Je pars à 8 heures, je descends à 12h45, je repars à 15h30 et je descends à 18 heures. Quelles sont les matières que tu apprends en français? Les matières que j'apprends en français sont la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, orthographe et le calcul. Donne-moi une leçon portant sur le vocabulaire. Il y a des synonymes. Merci beaucoup ma camarade. Merci beaucoup toi aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi salmini kala jooɗiiɗo ɗo inde mum e no wonde mbaadi yettode mum. Mbiyetemi ko Mayram Alhaji Diallo. Mbiɗa janga ɗon e Dudal Ɗuri Sina, classe Ceerno Oumar Fadior. Mbiɗa anni jangande on ɗo Alqur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خديجة جود في منها جئت لأحدث لكم بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الله عربي على ربهم الذين يتكلمون اللغة العربية ويسكنون بلاد العرب من زمن قديم. وعرب قريش هم قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرب قريش هم قبيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أشرف القبائل العربية وأعظمها ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وفيها نزل القرآن الكريم وفيها ظهر الإسلام وإليها يسافر كل عام كثير من المسلمين لأداء فريضة الحج. أول من هاجر إلى مكة النبي إبراهيم وولده إسماعيل وزوجته هاجر عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام
في مكة المكرمة بنيت الكعبة المشرفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة فيها سكن وفيها بنى مسجده وفيها بني المسلمين وفيها توفي ومنها كسر الإسلام. آمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وأبو عبد الله عبد المطلب من أولاد عبد المطلب وحمزة والعباس ومن بنات صفية وأم حكيم وعاتقة وغيرهم أم عبد الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت عمرو المخزومية كانت في اليمن. راعي حبشي كبير اسمه أبرهة الأسرى قد جهز جيشا كبيرا ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم. لما وصل أبرهة بجيشه إلى الدائرة جاء إليه رجل من شريف اسمه أبو ريال ودله على مكة والكعبة. ثم أتى أبو ريال في المغنى ودفن فيه وهو القبر الذي يرجم بكل عام إلى وقتنا هذا. ثم أمر أبرهة بجيشه بالمسير وأمامه فيل عظيم ولكن امتنع الفيل فأرسل الله عليه الجموع أمثال الخلائق تحمل حجارة صغيرة مؤذية ضارة فأغلقها عليهم وأهلكتهم. ويسمى هذا العام يوم الفيل في هذا العام. ولد سيدتنا عامرة بنت وهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول حين طلوع الفجر. وكانت البادرة الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف وجده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب سماه محمدا وأزواجه 11 خديجة بنت خويلد عائشة بنت أبي بكر الصديق سودة بنت زكاة بن قيس حفصة بنت عمر بن الخطاب زينب أم المساكين بنت خزيمة ابن الحارث زينب بنت الأسد بنت جحش الأسدية بنت أم سلمة بنت أبي أمية جويرية بنت الحارث رجلة بنت أبي سفيان صفية بنت الحارث بن أخبر بنت هيي بن أخبر ميمونة بنت الحارث بن أخبر وأبناؤه 3 القاسم عبد الله إبراهيم وبناته 4 زينب رقية أم كلثوم فاطمة. الحمد لله نسأل الله أن يباركنا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laudi Jallo ke Salmata Lo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلمني من كان يسلم بعد يكتبه ومن حولي علي جل برجع إليك النصر الله برين ورفتنا دون حديث عدنا حديث جواب سبحان موجي نندموجي عبد الله عنه معقول بصير يا الله ويمنني نلال الله صلى الله عليه وسلم نبيا ودقيقه إلى لابتي وحرمه إلى لابتي وحقنا مجدون وجد جبيل لنور ويمين به أنلال kala dentiɗo jibiɗe ɗe wonnisni madina mum e ɓanndu mum kala badde jibiɗe ɗe waɗa ko harmi way tan kono gaynako gaynowo e saare hadre ni ene neɓa duubde heen ayi koye lamɗo fof ene jogii hadre ayi noon woni hadre allah nde ko karminaɗi makko ɗi ayi husire wotere nani e ɓanndu soɗo moƴƴi ɓanndu ndu fof moƴƴi soɗo boni ɓanndu ndu fof boni ayi ɗen husire noon ko ɓernde habul makko Buhari e Muslim hadis jeetabo hormaade fittaande jawreede juuɓe e bun umar yo allah wela mo o yimi nani nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ne wiya mi yamirama habde maɓɓe haa ɓe ceedo doweteeɗo ala sowna allah e wonde muhammadu ko nelaɗo allah ɓe tobito e juulde ɓe totta asakal so ɓe ngaɗi ɗum ɓe ndeniyama jiijameje maɓɓe so
فوانا هكي الإسلام أصبر لنبي سبيكو يا الله ترويو حبيبك بخاري ومسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بطلوا إن الله جمير مينه سيدين دي هيرين إذن يتعالى نفيه ودن داغل جفتر رمكو كومت إن إذن يبين دنگل لوغلال يوجو لكسال دوما إلى رمكو قرر الله هاي كريدمون أسحبانون يولاد الله وليشاء من وليال وليابي جوكوك من سيحنا أحمد تجان reba haye tolum tibemo e walluɓe julɓe e fewni ɗumen e laawol allah posimo ngol amin mbiyeten ko Salmat Ahmad Lo legal sifaw mbiɗa janggadira ɗum sina e classe uma Fejo min reftanare mon ɗo he sangala hadis jeenayi hadde he bindanam e Abu Hurairata Abdourahmane bin Sa'd yo Allah welemo o wi mi nani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nawiya kala ko kaɓɓi on goɗɗitore ɗum kala ko jamirmo on garde hen mbawruɗon ay koye halki adiɓe on ɓe kandeyi ko hewde namtali e lewrude ɓe annabam maɓɓe habrim ko Buhari e Muslim hadis sappo senare Abu Hurairata yo Allah welemo o wi mi nani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nawiya Allah de mo seniɗo o jaɓatane sowona ko seni Allah ka ñamri juul kof yamin nelaɓe ko o wiya towi e hemon nelaɓe ñameguel seniɗe he golle ko moƴƴi o wiya towi e hemon gonɗimɓe ñameguel seniɗo komin jeeɗi on ko o haale noon nende mo ina juutnaɗal ngal ne wayli ne fundi na fota juuɗe mum faade asman na wiya e jomam to ñamri mum ko kalmuɗi jaram mum ko kalmuɗam oranteeɗo mum ko kalmuɗi wuuri kaye ko harmi hono o jaborante habrin ko Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وترى الملائكة آتين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتم كسلامة أيوبا برجع إلى الكرامة سيدنا جنة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأرسل بسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يهدمنهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أهدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم